لو عايز تحمي بيتك وتحافظ عليه كمل الفيديو ده للآخر. أنا شفت حالات طلاق كتير بتبدأ بكلمة تافهة وتنتهي بخراب البيوت. هقولك على أسباب عمرك ما قريتها في أي كتاب، ولكن دي من واقع عملي كمأذون وخبرتي في حل المشكلات الأسرية. أول سبب دخول طرف ثالث في العلاقة بيسمع من وجهة نظر واحدة فبينصح غلط، زي أهلك أو أهلها أو زميلك في الشغل أو جارتها في البيت. تاني سبب السوشيال ميديا والمقارنات القاتلة. الواقع اللي انت عايش فيه بتقارنه بواقع بتشوفه على الكاميرا وممكن ما يبقاش ليه أساس، فبيصير جواك السخط وعدم الرضا، فمن هنا بتبدأ المشكلة. تالت حاجة السكوت الطويل وغياب لغة الحوار. في طرف من الطرفين ممكن يستخدم سكوته كمعاقبة للطرف الآخر، فالناس بتبقى في بيت واحد وعايشين أغراب. رابع حاجة استمرار الروتين وغياب الكلمة الحلوة. باستمرار الروتين هيبدأ الاهتمام يقل، فممكن طرف من الطرفين يدور عليه بره، وهي دي الكارثة. خامس حاجة العند ومين يمشي كلمته. الجواز مش معركة مين فيها غالب ومغلوب، العند بيحول أتفه مشكلة لأزمة كرامة، والخاسر الوحيد في الموضوع ده هو البيت. خامس حاجة البخل المادي والعاطفي. الزوجة ممكن تقبل بخل في الفلوس، إنما ما تقبلش أبدا بخل المشاعر والكلمة الطيبة. سابع وأهم حاجة الشك وسوء الظن. الثقة هي الأرض اللي بيتبني عليها البيت، فلو اتهزت الثقة البيت ممكن يقع على أصحابه. تامن حاجة الهروب من المسؤولية. الجواز مسؤولية لازم يشيلوها الاتنين مع بعض، فلو في طرف تهاون في حمل المسؤولية ممكن الطرف التاني ينسحب. تاسع حاجة والأخيرة غياب الوازع الديني ونسيان الفضل. لما ننسى ان الجواز الأصل فيه المودة والسكن والرحمة ويتحول لندية، يبقى قول على البيت السلام. وربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم. خلاص الموضوع لازم بيوتنا يبقى فيها تغافل وتغافر ومودة ورحمة وسكينة. أنا أحمد القاضي المأذون الشرعي، وده كل اللي أعرفه. سلام عليكم.